السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير وغاديين مع الصيام مزيان. غنقترح عليكم اليوم واحد الوصفه ديال واحد الشوربه، هي اللي كتسمى ديك الشوربه البيضاء ديال المطاعم، ما فيها والو، كما كتلاحظوا دابا هذاك الغلاء ديال الاسعار، فغنحاولوا نصايبوا هذه الشوربه هذه بمقادير جد بسيطه. فغنشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا في المقادير، فانا عندي هنا واحد الحبه ديال الجزر صغيره حكيتها بحال هكا طويله، عاوتاني واحد الحبيبه ديال القرعه خضراء حتى هي درتها طويله، ونص بصله قطعته رقيق. هنا عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، هنا 2 معالق ونص ديال الدقيق، هنا عندي واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وعندي واحد شويه من التوابل ديال الدجاج. فبطبيعه الحال هذه راها اختياريه، الا كانت عندكم هي هذيك، ما كانش عندكم ماشي مشكل. غادي نحتاج في الاخير واحد المعلقه ديال الربيع، فانا الربيع كنقطعو كنجفو. عندي معلقه ديال زيت الزيتون وكاس ديال الحليب. بالنسبه للمرق فانا ما صفيتوش باش نخليه لكم تشوفوه كيفاش صايبته، فانا غنخلي لكم واحد الفيديو ديال واحد الشوربه محضره فيها المرق ديال الدجاج بصفه مفصله. فانا كناخذ هذوك الصدر ديال الدجاج ملي كنحيد منه اللحم، كيبقاو لي هاد العظيمات هادو، فكنحتفظ بهم فين ما كنبغي ندير المرق ديال الدجاج كنستعملهم. فنفس البصله والقرعه وخيزو اللي حكيت هنا درت منه شويه، هنايا درت واحد الوريقه ديال سيدنا موسى وهاد العظيمات ديال الدجاج وشويه البصله وواحد الريز ديال الثومه. صافي كديروا معاهم واحد الكميه كبيره ديال الماء، تقريبا واحد الاترو وبزايد ديال الماء، وكتخليوها واحد 10 دقائق تقريبا تغلي. كديروا معاها مليحه وبزيره وكتخليو بحال هكا تحصلوا على هذا المرق هذا. ما كانش عندكم غادي تستعملوا فقط الكميه كلها ديال الماء، وغادي ديروا معاها واحد المكعب ديال ضامات البنه بذوق الدجاج ولا بالبقري ولا اللي عندكم. ندوزو نشوفوا الطريقه. هنا فغناخذ انا واحد الكويميله، غادي نشعل عليها بحال هكا النار صافي، وغادي ندير هاد الكميه اللي عندي ديال الزبده، زيت الزيتون، من بعد ما دابت هاد الزبده هذه مع الزويته غادي نديروا البصله، غادي نزيد مع هذيك المليحه والتوابل، صافي ونحركها بحال هكا تتشحر مزيان. هنا صافي من بعد ما تتبان لي البصيله صافي راه بدات تتشحر، غادي نزيد الدقيق. ففي هذه المرحله هذه غنستعملوا بحال هكا الطراب باش نحلوا شويه داك الدقيق. صافي بهذه الطريقه غير يبان لي بحال هكا الدقيق صافي راه تحل. غادي نزيد دابا المرق. فالمرق انا صفيته، عندي تقريبا لتر ديال المرق، غادي ديروه هو سخون، انا عندي هو سخون صفيته، وغادي نبقاو غادي نحلوه بشويه بشويه. فهي كما قلت لكم هاد الشوربه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، راه ميم ف 15 دقيقه كتوجد. اذا انا غادي نحرك بهذا الشكل غير تنتاكد صافي راه كاع داك الدقيق اللي عندي صافي راه تحل. صافي غادي نزيد دابا هذاك الخضره اللي عندي. طبيعه الحال راه ممكن تنوعوا في الخضره اللي بغيتو، ممكن ديروا غير شجيرات هكا صغيورين ديال البروكولي، ولا ممكن تزيدوا فيها حتى الجلبانه. صافي وغادي نحرك. فمجرد ما كيذوب داك الدقيق صافي تتبداو تحسوا بها راه تقالت صافي. اذا غنخليها بحال هكا. غادي نزيد دابا داك الكاس ديال الحليب اللي عندي،
الا ما توفرش لكم الحليب ممكن ديروا الحليب بودره تخلطوه حتى هو مع داك المرق ولا مع شويه الماء بارد صافي، ونخليها بحال هكا مره نحركها صافي. ومن بعد انا غنوريها لكم كيفاش كتوجد بسهوله صافي. بهذا الشكل انا غادي نبقى نخليها على النار، كل شويه نجي نحركها صافي، غير طلع فيها الغليه واحد جوج مرات ولا ثلاثه صافي كتوجد. حيتاش هذيك الخضيره عندنا راها محكوكه يعني ما غتاخذش الوقت بزاف في الطياب. صافي بهذا الشكل. دابا هاد الشوربه هذه ديالي انا هي واجده، فخديت انا هذوك العظيمات اللي صايبت بهم المرق، حيدت منهم دوك الحيمات وفتتهم، غادي نزيدهم في الاخر. ممكن تزيدوا شويه ديال لا دين فيمي ولا عندكم هكا شويه ديال القمرون مقطع صافي. واخر حاجه غنزيد هي الربيع صافي، غنحرك غير واحد التحريكه بحال هكا صافي. وغادي نطفي عليها دابا النار صافي، نخليها تهوان واحد شويه ونوريها لكم في طبق التقديم. الشوربه ديالنا اللي حضرنا اليوم كما كتشوفوا راه مقادير بسيطه، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، غير بالدقيق هذا وبالمرق ديال الدجاج. فكما كتشوفوا فهي كتجي هكا عاقده وزوينه، والبنه ديالها ما نقولش لكم عليها، ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. بالنسبه غنقدموها بحال هكا على المائده ديال رمضان، كنرافقوها مع المعسلات والتمر بطبيعه الحال. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.